السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا المكرونة الجميلة التحفة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا خرافة، وتعالوا نشوفوا. سهلة وطبعا سريعة. حطينا طبعا حلتين، حلة فيها مية تغلي، وحلة حطينا فيها بصل. دبلناه وبعد كده نزلنا عليه باللحمة المفرومة بتاعتنا. نزلت عليه بالملح والفلفل الأسود، وقلبت طبعا في اللحمة بالبصل بالفلفل الأسود بكل البهارات بتاعتنا. هنقلبهم كويس لحد ما اللحمة تستوي والبصلة تستوي، وهنقلب فيهم لفترة لحد ما اللحمة تستوي بتاعتنا والبصلة تدبل خالص. معاكي جوز الطيب حطي، معاكي بهارات البهارات السبعة حطي، معاكي بهارات اللحمة حطي، أي حاجة معاكي من التوابل حطيها. بتعلي التست بتاعة المكرونة، وبتعلي التست اللي هو تتبيلة اللحمة بتاعتك، وبتخلي ريحتها مفحفحة، وبتخلي ريحتها جميلة جدا جدا. هتستوي بعد ما تستوي اللحمة والبصل، هننزل عليهم بمعلقتين من الصلصة بس. آخر ما البصلة تدبل خالص واللحمة تستوي، هننزل عليهم بمعلقتين صلصة فقط لا غير. هنلون اللون بس، يعني مش عايزاه غير لون زي لون أحمر فاتح كده، مش عايزاه لون الطبيخ، لا يا جماعة، أنا عايزاه معلقتين صلصة مجرد ما يلون اللون بس، مش أكتر من كده. والمكرونة، وهنعمل البشاميل بتاعنا عادي. 3 معالق من الزيت، عليهم نص معلقة ملح، عليهم معلقتين كبار من الدقيق. هنقلب كل المكونات وننزل عليهم باللبن، وهننزل عليهم ونقلبهم لحد ما يبقى الخليط بتاعي سائل وليس ما يكونش تقيل يا جماعة، يكون سائل كده يعني خفيف. كده اللحمة بتاعتي استوت، هنزل عليها بمعلقتين الصلصة، أخليها يعني 10 دقايق كده فيها، لأن الصلصة مش محتاجة طبعا سوا. فهنزل عليها تقعد 10 دقايق فيها، وأقفل عليها، ويكون المكرونة جهزت وكله جهز. ونبتدي نحط المكرونة بتاعتنا. كده خلاص، زي ما انتوا شايفين البصلة بتاعتي دبلت خالص واللحمة استوت. كده هنزل عليها بالصلصة بتاعتي الجميلة، زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها لحد ما، زي ما انتوا شايفين كده، البصلة خلاص والمكرونة والبشاميل وكله استوى. تعالي نشوفوا الصينية بتاعتنا، نحط فيها بشاميل، شوية بشاميل. زي ما انتوا شايفين البشاميل بتاعي خفيف مش تقيل، لأن المكرونة بتحب البشاميل الخفيف مش التقيل. عملنا البشاميل بتاعنا، ننزل عليه باللحمة الجميلة اللي لونها، شايفين اللون؟ هو ده اللون اللي أنا عايزاه في المكرونة بتاعتي. اللون ده تحفة يا جماعة، اللون ده جميل جدا جدا، بيخلي لك المكرونة توديك الحتة تانية فعلا. يعني لو جربتيها فعلا مش هتبطلي تعمليها. نزلت عليها بالمكرونه البشاميل واللحمه. هتعملي ايه يا ام ادم؟ اصبري عليه يا ست الكل وانت تتفرجي، علشان لون المكرونه بتاعك يبقى لون حلو كده. لونه ايه؟ لونه محمر، لونه مش البشاميل اللي بنشوف المكرونه بيضه وفي النص اللحمه. لا، هيبقى لون المكرونه عندك لون لون حلو كده، احمر فاتح. كل المكونات دي في الطبقة الأولى في الصينية. فأنا عشان كده بقولك فعلا جربي بالطريقة دي ومش هتندمي، ومش هتبطلي تعمليها. هتلاقي المكرونة شاربة من اللحمة في كل ناحية في المكرونة، هتلاقيها شاربة بالصلصة بتاعت اللحمة، وهتلاقي اللحمة في المكرونة جميلة والبشاميل، فهتديكي طعم يعني ايه. وهتلاقي المكرونة بتاعتك متماسكة مع بعضيها، تطلع قطع قطع كده مع بعض، واللون زي ما انت شايفة مش أبيض، لا، لون جميل زي ما انت شايفة. كده هنخلص وهنحط نضيف اللحمة المستوية بتاعتنا. انا عايزة اللون ده يا جماعة. انا حطيت معلقتين صلصة في الاخر خالص بعد ما استوت اللحمة والبصلة دبلت وكل حاجة. حطيت معلقتين صلصة وسبتها لحد ما اتسبكت كويس، وبعد كده طفيت عليها
وزي ما انتم شايفين بعمل الطبقة الأولى من المكرونة، وبعد كده هحط نفس المقادير، المكرونة شوية البشاميل ومعلقتين من اللحمة المعصجين دول، حطيتهم في المكرونة في الطبقة التانية وقلبتهم مع بعضيهم علشان نفرد عليهم الطبقة التانية من المكرونة. لأن المكرونة زي ما انت شفتيها في البداية ست الكل تبقى متماسكة معاكي كده، ولونها مش أبيض أو اللون من فوق أبيض ومن تحت اللحمة ومن تحت أبيض، لا أنا عايزة لون المكرونة يبقى جميل معايا، يبقى لونه زي الدهبي كده زي ما انتوا شايفين المكرونة. هقلبها مع البشاميل مع اللحمة المعصجة، كل ده مع بعضيه، وانزل عليه بشوية البشاميل، وهروح افرد الطبقة التانية من البشاميل. لو معايا لحد دلوقتي يا ريت ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كده معايا المكرونة بتاعتي جهزت وخلاص كده. قربنا نخلص المكرونة بتاعتنا ونقلبها كويس كده، نديها تقليبة حلوة. وبعد كده هننزل عليها فين؟ هننزل عليها على الطبقة التانية من المكرونة زي ما انتوا شايفين. يعني حاجة بسيطة، مش كل اللحمة أو كل البشاميل، حاجة بسيطة. بس أنا مش عايزة اللون الأبيض بتاع المكرونة يبقى فاتح لون أبيض، لا أنا عايزاه يبقى حلو كده زي ما انتوا شايفين. كده خلصنا نفرد كل الطبقة، نفردها كويس، وبعد كده هنجيب آخر مرحلة البشاميل بتاعنا الجميل التحفة. حطيت في البشاميل يا جماعة بعد ما عملته حطيت مكعب مرق. مكعب مرق بيدي تيست حلو في المكرونة جميل جدا. جربيه ومش هتندمي بعد ما تعملي يعني أول ما تحطي اللبن كده بعد الدقيق ما يستوي معاكي وانت بتحطي اللبن، حطي مكعب المرق، حطيه ودوبيه معاهم، هيديك طعم حلو فعلا في البشاميل بتاعك. البشاميل زي ما قلت لحضرتك ان هو بيكون خفيف ما يكونش تقيل، التقيل بيتكلكع معاكي وما بيديكيش يعني القوام المطلوب او الشكل النهائي. ادي البشاميل خفيف يا جماعة، خفيف خالص، وبيبقى جوسي فعلا كده. واول ما تقطعي المكرونة تلاقيها طبقة البشاميل بتاعتك حلوة وخفيفة كده. خلاص كده خلاص فنشنا المكرونة. لو معاكي جبن حطي، اي اضافات عايزة تحطيها من فوق حطي. انا صراحة كده استكفيت، او ما كانش عندي واستكفيت في المكرونة بتاعتي، فما نعقدش بعضينا في اي حاجة موجودة. مش معاكي خلاص تستكفي، اهم حاجة الاساس مظبوط معاكي خلاص تمام. كده خلاص المكرونة بتاعتي جهزت وفنشتها خلاص. هحطها طبعا في الفرن بتاعتي تستوي براحتها من فوق ومن تحت، علشان انا حاطه البشاميل في كل حته في المكرونه، فعايزه البشاميل يستوي معايا فوق وتحت في كل الصينيه بتاعتي. هنخلص البشاميل بتاعته واحطه واسيبه، وبعد كده نشوفه اجمل مكرونه معاكي ممكن تقدميها وتشرفك قدام ضيوفك فعلا او قدام عيلتك. لان المكرونه فن وابداع يا جماعه، مش اي حد يعمل مكرونه. مكرونه تحفه تحفه تحفه. يعني زي ما انتم شايفين الشكل النهائي بتاعها، لا حاطين جبن موتزاريلا ولا جبن شيدر ولا اي حاجه، مكرونه طبيعيه بشاميل وبس، مكرونه وبشاميل ولحمه معصجه بس. وشايفين الشكل النهائي بتاعها تحفه تحفه تحفه. يا ريت يا ريت تجربيها ومش هتندمي انك تعمليها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة والشير للقناة. ادي المكرونة، و يا ريت تجربوها. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، ومع فيديو جديد، ومع السلامة.